بقى هنتعلم النهارده نعمل زبادي. طب انا عملت اول حاجه ايه؟ غليت اللبن. اللبن ده مغلي. وقعدت اغلي فيه. اول ما ابتدى يغلي يعني من 10 دقايق لربع ساعه، قعدت اقلب فيه علشان لو في اي ميه زياده يتبخر، وسبته 10 دقايق يهدى. تمام. هنعمل ايه بقى؟ نجيب علبه الزبادي وهنجيب السكر بتاعنا. نجيب بس معلقه. هناخد بقى على الكيلو زبادي المفروض معلقة كبيرة من الزبادي. ناخد عشان معلقة صغيرة ديت، هاخد حوالي كده معلقتين صغيرين، وهاخد معلقة ونص سكر. ماشي. ماشي. وناخد بقى سنة لبن من الايه، من اللي هو الدافي ده. اخد منه ايه، 3 4 معالق كده علشان ندوبهم فيه. ونقعد نقلب بقى كويس قوي قوي. بصوا، نقعد نقلب بقى كويس قوي لحد ما يدوب. هقلب كويس وارجع لكم تاني. طبعا قبل ما نبدأ بقى في اي حاجة دي، يعني يعتبر من اول ما اللبن ده يغلي، نعمل ايه؟ نفتح الفرن على درجة حرارة 150 وتسيبها كده لمدة 10 دقايق. يا دوب ال10 دقايق اللي بيبرد فيهم اللبن يكون الايه، الفرن بتاعك دفي وبقى مهيأ ان هو يخمر الزبادي. وبعد ما قلبت كويس قوي قوي، هبدأ ان انا بقى ارجعه تاني في الحلة بتاعتنا. وابدأ ان انا امكسه كويس جدا. ممكن تعمليها زي في الصينية، او الافضل كمان انك تعمليها في حلة كبيرة وتغطيها بالغطا بتاعها. بصوا بقى هنا، اشوف ان مفيهوش حبيبات. خلاص ان اتأكدت بقى ان ايه، الزبادي كمان دايب. يبقى احنا كده تمام التمام. نبدأ بقى ان احنا نصبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة بقى ان احنا نغطي الزبادي. لو انت ما عندكيش الغطيان ديت، تقدري ان انت تغطيها بستريتش. احنا بقى المفروض نحط المية اللي فيه تكون دافية مش سخنة. طب انا هعمل ايه بقى؟ هنزل بمية سخنة. بلاش مية سخنة في الاول عشان الكوبايات ما يجرالهاش حاجة. هنزل بمية عادية. ماشي. بسم الله. انزل بقى بمية سخنة واحاول ان انا اعادلهم ببعض. كده سخنة شويتين. لسه سخنة شوية، ازودها مية عادية. بصوا لحد ما اوصل ان انا ايدي تبقى مستحملة السخونية ديت، وتكون مثلا لربعها قريب من نصها كده يعني. تمام. وبعد كده هنجيب اي قماشة نمسح لو في اي مية كده، اي قطعة قماش عندك مطبخ اي حاجة، ونبدأ ان احنا نغطيها كده وندخلها الفرن لمدة 8 ساعات. وبعد 8 ساعات بقى هوريكم النتيجة ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الزبادي بعد ما عمل شكله عامل ازاي. بصوا، فعلا زي ما بيقولوا ما بيقعش ولا اي حاجة، وثابت وجامد وحلو جدا جدا جدا. تعالوا نشوف كوباية تانية. بصوا دي عاملة سنة مية معاها، لكن في المجمل هو شكله حلو جدا جدا. انا كده اول ما خرجته هحطه بس في التلاجة ساعتين كده، لكن هو شكله كويس. ودي بقى كانت النتيجة بعد ما سبته في التلاجة لفترة. عايزة اقول لكم بقى ان هو لو في كوبايات كانت عاملة شوية مية، المية دي اختفت، ما بقاش في مية خالص في الكوبايات. طعمه كريمي وحلو جدا جدا، زيه كأني جايبة العلبة الجاهزة. بل بالعكس، الكوباية ديت اللي انا عاملاها، طبعا انا عاملاها كبيرة اكبر من الكوباية العادية، فانت لو انت عايزة تعملي كوبايات صغيرة هترمي معاكي كمية حلوة.
وده كان انا مطلعه 8 كوبايات كبيره كده من كيلو لبن. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو ده للناس اللي بتحب تعمل زبادي في البيت، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات مستنيين ايه الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تشتركوا في القناه. باي باي.